وحققت خطوة كويسة يعني في مشوار، يعني إن شاء الله إن أنا أحترف في دوري قوي أكيد. وطبعا يعني الفترة اللي فاتت أكيد عدت مراحل صعبة كتير، يمكن بقالها مدة طويلة شوية. والحمد لله يعني ربنا يعني لما صبرنا يعني في الآخر ادانا بشكل كويس، يعني الحمد لله قدرت اللي هي يعني في الآخر الحمد لله مبسوط. يعني عدت بمراحل كتير صعبة يعني. كانت في اوقات برضو جت فيها معسكرات وكده، فانت عارف اللعيب لازم يركز شويه في المعسكرات. ففي اوقات كنت انا بفصل، بخلي والدي يتكلم، وكيل اللاعبين كابتن تامر يتكلم، بخلي الناس هي اللي تتدخل شويه. يمكن طبعا بياخدوا رايي وكل حاجه، بس كنت بسيبهم هم يتدخلوا عشان كنت ابقى مركز شويه في الماتشات. بس الحمد لله يعني برضو كان ليهم دور كبير يعني، وكنت باخد رأي ناس كتير في مواقف كتير. فالحمد لله يعني ربنا برضو وفقهم برضو ان هم يعني قدروا يساعدوني في الفترة دي. رحت 3 ايام عملت كشف طبي، يمكن اول يوم كان كشف طبي، وتاني يوم تالت يوم قعدت مع الناس، دخلت النادي. الناس اتكلمت بشكل كويس جدا مسؤولين يا كابتن نائب الرئيس؟ لا كلهم كانوا المسؤولين هناك في النادي، كان كذا حد يعني موجود. الحمد لله يعني الناس استقبلوني استقبال كويس، اتكلموا معايا في امور كتير جدا. بينوا لي اللي هم متمسكين بيا جدا، حتى يعني لو الامور اتصعبت شويه في النادي هم برضو متمسكين وان شاء الله هيحلوها، وقالوا لي ما تقلقش من اي حاجه. النادي الاسماعيلي في ظروف صعبه جدا، الناس كلها عارفه كده، فبرضو بيحاولوا ان هم يجيبوا اقصى حاجه كويسه للنادي. يمكن هي اخذت مده طويله شويه، يمكن برضو ما كانتش في حاجات كتير متلخبطه في العقود وطريقه السداد والكلام ده. بس الحمد لله يعني برضو عدت، الحمد لله في الاخر كويس يعني، الناس كلها لكل الاطراف الحمد لله. جالك عرض رسمي من غرناطه ولكن للظروف الاداريه اللي بيمر بيها النادي الاسماعيلي مقابل مادي ضعيف تم اغلاق الملف. معنوياتك يا كابتن، وطبعا نادي غرناطه والدوري الاسباني بشكل عام ان انت تبقى موجود فيه، لكن فجاه الملف اتقفل ومفيش ملفات قدامك واضحه تماما. هل معنوياتك انت اتاثرت، ولا انت ركزت في التصفيات الافريقيه المؤهله للاولمبياد، ولا بشكل عام كنت بتفكر فيها ازاي يا كابتن؟ واكيد انت من جواك كنت زعلان اكيد. طبعا اكيد كنت زعلان، كنت برضه في ساعتها حاسس ان برضه تبقى الامور صعبه اللي هو يجي لك حاجه تانية. بس انا كان يعني يمكن 19 سنه او 20 سنه، 19 سنه ساعتها، فكانت حاجه كويسه جدا لما يجي لك الدوري الاسباني وانت عندك 19 سنه. ما كنتش بتفكر بقى مقابل مادي ضعيف مقابل مادي قوي، انت كان اهم حاجه عندك انت تروح. طبعا بعدها ضايقت شويه والكلام ده، بس الحمد لله يعني برضو ناس كتير بتتكلم معايا، الحمد لله ناس كتير بتنصحني يعني، وانا باخد بكلام الناس اللي بثق فيها جدا. قالوا لي اصبر وان شاء الله ربنا يكرمك بحاجه احسن، وركز انت بس اهم حاجه في البطولات وفي الماتشات اللي جايه مع النادي ومع مع المنتخب، وان شاء الله هتشوف حاجه احسن يعني. الحمد لله كلامهم كان صح. لما تكون بتلعب في نادي كبير زي نادي الاسماعيلي وفي لعيبه كبيره موجوده في الفرقه بالحجم اللي انت شايفه، يعني لعيبه كتير جدا يعني 15 16 نجم في الفرقه. فلما يكون بيتعاملوا معاك بالطريقه اللي انت شفتها، وبالناس اللي هي حابه ان انت تطلع وحابه ان هم يساعدوك حتى لو جت على ايه يعني. هو طبعا يعني انا عارف ان هو طبعا كانت الامور دي الفلوس اللي جايه والكلام ده هتبقى حاجه كويسه للنادي، بس انت تحس من اللعيبه ان هي فعلا عايزه مصلحتك وعايزاك انت ربنا يكرمك. يمكن كلامهم ماشي هزار بقى ويلا عشان الفلوس تيجي لكن فعلا انا حاسس من جواهم كده ان هم يعني بجد يعني ساعدوني كتير قوي في الموقف ده، حبيتهم وكانوا ماشيين كويس جدا. ويمكن فنشوا الدوري 12، كانوا 16 او كده فنشوا 12 يعني. الحمد لله الفرقه اكيد فريق كبير، هو ليه جماهير كتير جدا. يمكن هو قريب من الاسماعيلي شويه في ان ليه يعني هو النادي بتاع المدينه، النادي بتاع المدينه ليه جمهوره اللي بيحبوا النادي ده، بس ما بيحبوش اي نادي تاني في ايطاليا. يعني اتمنى ان ربنا يكرمني يعني وتكون فتره كويسه ليا. انا بحب باولو مالديني من وانا صغير يعني، ملوش علاقه بلعب او كده، انا بحبه في كل حاجه كده. انا بحب باولو مالديني جدا. في امور كتير هتخليك ان انت تتاقلم مع الجو اللي انت عايشه. يمكن انت لازم تعيش الحياه اللي هم عايشينها يعني. طبعا مش في كل حاجه، طبعا كل واحد ليه دينه وليه اخلاقياته وليه حاجاته، بس لازم تعيش الحياه الاحترافيه اللي هم عايشينها في نظام اكل، في تدريب، في نوم، في الكلام ده لازم تكون مركز فيه كويس قوي. وتكون في نفس الوقت محافظ على حياتك اللي هي حياتك وشكلك انت اللي انت لعيب مصري مسلم، الكلام ده كله لا بيفرق معاك يعني. الحمد لله يعني شرف كبير لاي لعيب اللي هو يلعب في منتخب مصر اصلا عموما، صغير او منتخب كبير. الحمد لله ربنا كرمني ان انا لعبت في منتخب، لعبت بطولتين كاس عالم زي ما انت قلت و2 افريقيا الحمد لله.
تصفيات اولمبياد، فالحمد لله ده شرف كبير ليا طبعا ان انا العب في البطولات دي. وان شاء الله يعني انا بتمنى ان انا الفتره الجايه تكون بالنسبه لي احسن، وبتمنى اللي هو يكون الطموح لكل المصريين مش ليا انا لوحدي ان احنا نوصل لبطولات عالميه كتير يعني. وسائل الاعلام كلها تناقلت واقعة ان كان في زي اشتباك ما بين المدير الفني واحد اللاعبين، المدير الفني مشي، احمد حجازي مرتبط بالمدير الفني، احمد حجازي ينجو من اشتباكات، ينجو من ضرب المدير. كنت بتتابع الكلام ده ازاي يا كابتن، وخاصة بعد اقالة المدير الفني الايطالي؟ وهل انت بعد المشكلة دي او الخناقة دي قلقت على نفسك شوية؟ لا 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 لا، هو الفتره دي فعلا انت برضه كابتن بسم الله ما شاء الله يعني. لا ما تقلقش، وهو مش مصر الله اعلم. لا لا، هو الفتره دي كمان كانت بس صعوبتها ان هو كان الميعاد اللي هيجي فيه العقد للنادي الاسماعيلي، فكانت الوقت بتاعهم هناك حصلت بقى مشكله المدرب وكده، فالعقد اتاخر يوم ولا اتنين، فالناس كلها بقى ايه العقد ما جاش ليه؟ طب المفروض هم يعني عشان مشوا المدير الفني خلاص الامور. بس لما انا يعني خلاص بقى هم الناس ابتدت تشغلني، وحتى انا الناس عماله تكتب، فانا اكيد اتشغلت شويه بالموضوع، فكلمت والدي وكلمت كابتن تامر يكلم الناس، وكلمت انا الناس هناك بره. قالوا لي ان الموضوع ملوش دعوه خالص بالمدير الفني، هو بس مجرد الراي بتاعه هو بس اللي بياخده، لكن هو اللجنه بتاعتهم او الاداره بتاعتهم هي اللي بتعمل التعاقدات، وليهم لجنه كره فنيه اكيد هم اللي بيتدخلوا في كل حاجه، ما لهمش دعوه بالصفقات خالص غير بس الراي الفني في الاخر. فالحمد لله يعني عرفت ان هم يعني ما فيش اي مانع من الكلام ده، وبرده يعني ده حاجه كويسه يعني لما يكون المدير الفني مشي وبرده النادي متمسك. الحمد لله يعني. الايطاليه اخبار اللغه الايطاليه؟ والله انا كنت بدات كده في الاول، كنت بدات شويه، بس لما الموضوع وقف وكده وانا اتشغلت معسكرات وكده قطعت شويه، بس ان شاء الله بقى ارجع بقى تاني الشهرين دول. يعني اكيد اي حد بيبين موهبته على طول، يعني حته من الموهبه بتاعتك في الثقافه الايطاليه او اللغه الايطاليه، يعني فكرتك ايه دلوقتي عن اللغه الايطاليه؟ او ممكن تقول لي ايه، كلمني بالايطالي وانا اكيد الاستجابه هتبقى موجوده مني. نون كابيسكو، مش فاهم حاجه. مش فاهم. نون كابيسكو. نون كابيسكو. مش فاهم على طول، دي الحاجه الوحيده اللي عارفها عشان اقول له لا مش فاهم يعني على طول. الحمد لله طبعا الموضوع تم بخير، وطبعا بشكر كل الناس اللي وقفت في الموضوع ده جنبي يعني، واتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمني سواء مع المنتخب او مع اي حته تكون موجود فيها ان شاء الله، عشان يعني ربنا يوفق ويكون اسعدت ناس كتير، وان شاء الله يكون حاجه كويسه عشان اشرف يعني شعب مصر وشرف اسم مصر هناك واسم النادي اللي انا طالع منه النادي الاسماعيلي. فاكيد ان شاء الله ده يكون حمل جامد، وان شاء الله يكون على